وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد من السماوات ومن الأرض ومن المسجد الله أكبر الله أكبر ربنا ارحمني واجبرني ورفعني ورزقني وعدتي الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض
يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت تبارك ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك. وصلى اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الله أكبر. الله أكبر. رفع رحمني وجبرني ورفعني ورزقني وعدني. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إني أعوذ بك من شر ما مسلم وأعوذ بك من شر فتنة الميون وأعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير.
اللهم أجرنا من النار 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 السالمين اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحين ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعالى ذو الجلال والإكرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم إلهي ربي ربنا يا معبود سبحان الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الله أكبر الله أكبر كبيرا الحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim amma ba'du. Pada kesempatan subuh kali ini insyaallah kita akan mendengar beberapa hadis mengenai fadilah keutamaan dari sifat ikhlas. An rajulin min ahlil madinati qala kataba Muawiyah radhiyallahu ila Aisyah radhiyallahu anha aniktubi ilayya kitaban tusini fihi wala tukthiri alayya qala fakatabat Aisyah radhiyallahu anha ila Muawiyah radhiyallahu anhu salamun alayk amma ba'du fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul manil tamasa ridallahi bisakhatin nasi kafahu Allahu mu'natan nas wa manil tamasa ridwan nasi bisakhatillahi wakalahu Allahu ilan nas. Wassalamu alaikum. Dari seseorang lelaki penduduk Madinah, ia berkata, Muawiyah radhiyallahu anhu menulis surat kepada Aisyah radhiyallahu anha. Ia menulis dalam suratnya, tulislah kepadaku satu nasihat dan jangan terlalu banyak. Maka Aisyah radhiyallahu anha menulis kembali untuk Muawiyah radhiyallahu anhu, salamun alaika amma ba'du, sesungguhnya aku mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, barang siapa mencari ridha Allah dengan cara yang menyebabkan manusia marah, maka Allah akan melindunginya dari kejahatan manusia. Dan barang siapa mencari ridha manusia dengan cara yang menyebabkan murka Allah, maka Allah akan menyerahkannya kepada manusia. Wassalamualaikum. Hadis riwayat Tirmizi. Diulangi dari seseorang lelaki penduduk Madinah, ia berkata, Muawiyah radhiyallahu anhu menulis surat kepada Aisyah radhiyallahu anha. Ia menulis, tulislah kepadaku satu nasihat dan jangan terlalu banyak. Lalu Aisyah radhiyallahu anha menjawab, salamun alaika amma ba'du, sesungguhnya aku mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, barang siapa mencari ridha Allah dengan cara yang menyebabkan manusia marah, maka Allah akan menjaganya dari kejahatan manusia. Dan barang siapa mencari ridha manusia dengan cara sesuatu yang memurkai Allah, maka Allah akan menyerahkannya kepada manusia. Wassalamu alaikum.
hadis riwayat Tirmizi. An Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha la yaqbalu minal amali illa ma kana lahu khalisan wa batughiya bihi wajhuh. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak menerima satu amal kecuali ikhlas kepadanya dan bertujuan mencari ridhonya. Hadis riwayat Nasa'i. Diulangi dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah tidak akan menerima suatu amal kecuali ikhlas kepadanya dan mencari ridhonya. Hadis riwayat Nasa'i. An Sa'din radhiyallahu anhu 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innama yansurullahu hazil ummah bi dha'ifiha bi da'watihim wa salatihim wa ikhlasihim. Dari Sa'ad radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sesungguhnya Allah hanya akan menolong umat ini dengan sebab perantara orang-orang lemahnya, yakni dengan doa, salat dan keikhlasan mereka. Hadis riwayat Nasa'i. Diulangi dari Sa'ad radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah hanya akan menolong umat ini dengan sebab orang-orang lemah di antara mereka, yakni dengan doa, salat dan keikhlasan mereka. Hadis riwayat Nasa'i. An Abi Darda radhiyallahu anhu yablughu bihin Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man ata firashahu wa huwa yanwi ay yaquma yusalli min al-laili فغلبته عيناه حتى أصبح كتب له ما نوى وكان نومه صدقة عليه من ربه عز وجل. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu secara marfu' dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, barang siapa beranjak ke tempat tidurnya sedangkan ia berniat untuk salat malam, lalu kedua matanya membuatnya tertidur hingga subuh, maka apa yang telah ia niatkan akan dicatat untuknya dan tidurnya itu merupakan sedekah dari Allah kepadanya. Hadis riwayat Nasa'i. Diulangi dari Abu Darda radhiyallahu anhu secara marfu' dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, barang siapa beranjak ke tempat tidurnya sedangkan ia berniat untuk salat malam, lalu kedua matanya membuatnya tertidur hingga subuh, maka apa yang telah ia niatkan akan dicatat untuknya dan tidurnya itu merupakan sedekah dari Tuhannya kepadanya. Hadis riwayat Nasa'i. Alhamdulillah telah kita dengar beberapa hadis mengenai pentingnya sifat ikhlas. Insyaallah apa yang kita dengar, apa kita amalkan dan kita sampaikan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرا حمدا نعيما حمدا يعافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على محمد وسيدنا محمد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا لا تزغ قلوبنا بشرنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ربنا افرج علينا صبرا وتوفنا مسلمين ربنا اجعلنا مقيمين الصلاة من ذريتنا ربنا تقبل دعاء اللهم الحمنا مراشد أمورنا وأعذنا من شرور نفوسنا اللهم اهدنا واهد بنا واهدنا جميعا واجعلنا سببا لمن اهتدى يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كلها ولا تكلنا لنفسنا طرفة عين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحان الله بحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 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 Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi.